شروب الشطح بطح شلع قلع. كما ترون تقوم هذه النسوة بلملمة هذه الفاكهة. لا أعلم ما اسم هذه الفاكهة ولكنها غريبة. انظروا، على ما يبدو أنها مليئة بالبكتيريا. وبعدها تقوم بتفريغها في هذه المصطبة، وبعدها تقوم بإزالة العقد كما ترون. وبعدها يأتي هذا الرجل المسن الذي ذهب إلى المرحاض بدون أن يرتدي حذاء، وبعدها يعفس ويفلعس ويعفس ويفلعس. انظروا إلى نظافة هذه المصطبة، إنها نظيفة جدا كما ترون. بوجود هذا المشروب فلا داعي للسلامك حتى تزط. وبعدها يقوم بتكرار عصرها بالخيط والحجر من أجل أن يعصر جميع الكائنات الفضائية. طبعا انظروا إلى الوقفة، قصة أخرى. وبعدها يقوم بتفريغ هذه الحبشتكلات في هذا البرميل. طبعا انظروا إلى اللون، قصة أخرى أيضا. نعم، هذا اللون يدل على صلاحية المنتج. وبعدها يقوم بسكبه في هذه لكي يغليه على النار. بعدها يقومون بإشعال النار بهذا الشكل، وهذه هي النتيجة النهائية التي تجعلك من الزواحف البرمائية.